خلينا نبدأ الحكاية من الأول خالص. إمتى أول ظهور لليهود في مصر؟ أول ظهور لليهود في مصر أو على مسرح التاريخ في ناس بتربطه بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، باعتباره أنه هو من مؤسسي العقيدة اليهودية، وأن أول دخول ليه لمصر إحنا ممكن نقربه بنهايات الدولة الوسطى وبدايات عصر الهكسوس. في ناس بتربط زيارة سيدنا إبراهيم لمصر بمنظر شهير جدا موجود في مقبرة خنوم حتب الثاني في المنيا، وهو منظر زيارة إبشة. إبشة ده حسب المنظر اللي موجود على جدران المقبرة واحد من كبار زعماء القبائل الشرقية جه في زيارة مع مجموعة من أهله، وواضح إن هو كان على علاقة مباشرة بخنوم حتب حاكم الإقليم. وخنوم حتب بافتخاره بأن ليه علاقات خارجية وعلاقات دبلوماسية بناس بره مصر صور الزيارة دي وسجلها على جدران مقبرته. في ناس بتربط ما بين سيدنا إبراهيم وبين إبشة وبيعتبروا إن الاتنين واحد، مع وجود تقريب لغوي ما بين إبراهيم وإبشة، رغم إن هو في حقيقة الأمر إن مفيش علاقة مباشرة ما بين إبراهيم وإبشة، خصوصا إن إبشة ظاهر على جدران المقبرة هو راكب حمار، في حين إن النص التوراتي بيدلنا إن سيدنا إبراهيم خد من فرعون مجموعة من الهدايا بما فيها نياق أو جمال. ده على عكس المنظر اللي احنا بنشوفه. دكتور شريف شعبان، في كتابك يهود مصر القديمة، مثلما جاء بنو إسرائيل إلى مصر إبان عصر الهكسوس، جاء يهود إسرائيل هاربين إلى مصر للعيش فيها بعدما سقطت دولتهم. هم إمتى دخلوا اليهود تاني مصر؟ اليهود كان ليهم علاقة متوترة بمصر، طول عمرهم بيدخلوا ويخرجوا، طول عمرهم في تأثير وتأثر ما بينهم وبين المصريين، رغم عدم اعترافهم بده إلا أن لمصر تأثير كبير على بني إسرائيل. زي ما قلنا أول دخول مسجل هو دخول سيدنا إبراهيم لمصر مع السيدة سارة، وتزوج منها السيدة هاجر. عندنا الدخول الثاني وهو دخول سيدنا يوسف ووصوله لأعلى مراتب الحكم لمنصب العزيز اللي هو منصب حاكم الخزانة، وده منصب كبير جدا. ولكن كون إنسان غير مصري يوصل للمكانة دي ده بيدلنا إن ده حصل في عصر غير مصري، أو إن القائمين على حكم مصر غير مصريين، لأن المصري القديم دايما بيشوف إن حكم الدولة والهرم السياسي والإداري قمته لازم تكون على إيد مصريين. ما ينفعش أي حد غير مصري إنه يوصل لمراتب سياسية عليا زي اللي وصل لها سيدنا يوسف. مش بس كده، ده هو لما وصل للمنصب ده استدعى أهله سيدنا يعقوب وإخواته، والتوراة بتقول لنا إن هو جه معاه 70 نفس. سيدنا يوسف خلاهم يستقروا في منطقة عرفت باسم أرض جاسان أو أرض جوشن أو أرض جوسن، اللي احنا دلوقتي بنقول إن هي موجودة في الشرقية. ودي كانت من أجمل بقاع أرض مصر المليئة بالخصوبة والمليئة بالأراضي الزراعية عشان يستقروا فيها. وده على عكس ما كان المصريين في الوقت ده عايشين حالة من القحط والذل تحت إيد قبائل رعوية. ومن ذكاء سيدنا يوسف إن هو احتفالا بأهله عمل مأدوبة كبيرة، عزومة بيحتفل بيها بقدوم أهله. ولكن في حقيقة الأمر هي ما كانتش عزومة واحدة، هي كانت 3 عزومات. عزومة ليه والكبار الشخصيات والأهله، وعزومة للقبائل الرعوية اللي كانت موجودة، وعزومة للمصريين، لأنه عارف أن المصريين عمرهم ما هياكلوا على ترابيزة واحدة مع القبائل الرعوية، لأن المصري القديم كان دايما بيشوف أنه هو أرقى في السلوك وأرقى في الأكل وأرقى في حاجات كتير ما بينه وبين القبائل الرعوية. إزاي كانت بداية النهاية لليهود في مصر؟ اليهود عبر تاريخهم في العصر اليوناني الروماني كانوا مصدر قلق زي ما احنا قلنا، ما كانوش أصدقاء للمصريين ولا أصدقاء للرومان، وبالتالي الخلاص منهم كان أمر حتمي. من عهد تراجان لعهد هادريان كل الصراعات اللي عملها اليهود، خصوصا ان هم ما كانش ليهم ولاء لحد، والمصريين فضلوا لحد وقت قريب من عصر هادريان بيفتكروا المذابح والكوارث اللي عملها اليهود في اسكندرية وفي كل أقاليم مصر. ده خلى الرومان ياخدوا القرار الحاسم
للخلاص منهم سواء في مصر أو في إقليم اليهودية. ساعتها ظهر شخص يهودي اسمه بار كوخبا. الراجل ده ادعى النبوة وادعى ان هو ملك اليهود. المشكلة ان الراجل ده كان مفوه بشكل كبير جدا، ولم حواليه آلاف الآلاف من اليهود، وكان هو البطل القومي في نظرهم، وشن حملات عسكرية ضد الحاميات الرومانية. ده خلى الدولة الرومانية تناصبهم الأعداء وابتدى ان هي تحاربهم حرب ضروس، ودي كانت الحرب اليهودية الرومانية الثالثة. وقدر هادريان ان هو يخلص عليهم تماما، ومبقاش ليهم اي ذكر سواء في مصر او في اقليم اليهودية اللي بقى اسمه إليا كابيتولينا. ما رجعوش بعد كده غير في الحروب البيزنطية الساسانية اللي احنا بنتكلم في القرن السابع الميلادي، لما تم الاستعانة بمجموعة من الفرق اليهودية لضرب الدولة البيزنطية. هم أصدقاء لأي حد يشيل سلاح وأي حد يديهم فلوس، ودي مشكلتهم على مدار التاريخ كله.